هذا رمضان ان شاء الله غادي نحاول ندير داكشي اللي ما درتش العام اللي داز. في هذا رمضان ان شاء الله غادي نحاول ندير الاهداف ديالي كلها اللي نويتها في الاول ديال الشهر. في هذا رمضان ان شاء الله غادي نحاول نحقق داكشي اللي ما حققتوش في العامات اللي دازوا. بلا شك هذه هضره كلنا كنقولوها، ولكن واش كنوقفوا على الهضره ديالنا؟ واش كنوقفوا في الاخر ديال الشهر ونشوفوا فعلا واش داكشي اللي تفاهمنا عليه واللي وعدنا به راسنا وصلنا له ولا ما وصلنالوش؟ الا وصلنا له مزيان، ولا ما وصلنالوش علاش؟ الفضل والعظمه ديال هذا الشهر الكريم حنا كلنا عارفينها، ويكفي انك دير غير بحث خفيف في اليوتيوب وغادي تلقى ملايين ديال الفيديوهات اللي كيهضروا على هذا الشيء. اليوم انا ما جيتش نهضر على العظمه ديال الشهر الكريم، ولكن جيت نهضر على كيفاش نقدروا نحطوا خطه فعليه ونحطوا اهداف اللي واضحه وباينه اللي نقدروا نخدموا عليها ونتوصلوا ان شاء الله في الاخر كل النتائج مزيانه. تركيزنا خصو يكون على النظام ماشي على الاهداف، يعني نحاول نحطوا واحد النظام اللي هو اللي غادي يوصلنا للاهداف اللي بغينا. ومن ناحيه اخرى خصنا نركزوا على الجوده ماشي على الكميه. اذا درت حاجه مزيانه احسن من ندير 10 الحوايج ما مزيانينش. ونحاول نقارن راسي براسي، انا في هذا العام نقارن راسي بالعام اللي داز ونشوف واش انا في تطور ولا لا. الا كنت في تطور مزيان، ولا كنت ما تطورتش علاش. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه الراشدي اللي الهدف ديالها تقديم محتوى نافع اللي غادي يعاوننا في حياتنا اليوميه. الا كنتي كتقرا، خدام، ولا غير كتقلب كيفاش تحكم في وقتك ودير بزاف ديال الحوايج زوينه في نهارك اللي تخليك فخور براسك، فراك في المكان المناسب. غادي نحاولوا نشوفوا مجموعين كيفاش نقدروا نحطوا اهداف باينه وشنو هي الشروط ديال هذه الاهداف، وغادي نشوفوا امثله ديال الاهداف اللي نقدروا نحطوها في هذا رمضان ان شاء الله ونخدموا عليها، ونتمنوا ان شاء الله يوفقنا الله باش نوصلوا لنتائج مزيانه. قبل ما نحطوا الاهداف ديالنا خصنا نتفاهموا على واحد الكونسيبت كيتسمى سمارت، ماشي سمارت فون، سمارت يعني اس بوغ سبيسيفيك، يعني هدف خصو يكون محدد. ام بوغ ميزورابل يعني خصو يكون قابل للقياس. ا بوغ اتشيفبل يعني يكون نقدروا نحققوه. الار بوغ ريليفانت دونك خصو يكون شي حاجه اللي كتحمسنا ولا اللي باغيين نوصلوا لها. والتي بوغ تايم باوند يعني خصو يكون محدد في الزمان. هادشي غادي نحاولوا نسقطوه على اهداف في رمضان ان شاء الله. بصيغه اخرى، اي هدف حطيناه خصو يكون قابل انه نطبقوا عليه هذه الخاصيه ديال سمارت. الا خديتي مثلا قراءه القران، ختمت 2 ختمات في هذا الشهر، يعني هذا هدف محدد قابل للقياس. نعم نقدر نتوصل له. اييه ريليفنت مزيان، حيت الا وصلت له غادي يعجبني الحال وغادي نحس براسي مزيان ومرتاح. تايم باوند غادي ندير الاجل هو اخر ديال الشهر ان شاء الله، وهكذا وذلك. يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال الاهداف اللي نقدر نحطهم واللي نقدر نخدم عليهم باش نقدر نوصل ان شاء الله للاخر لنتائج مزيانه. وكما قلنا الاهداف كتقدر تختلف من واحد لواحد. فيما يلي لائحه ديال بعض الاهداف دير بوز باش تقراها على خاطرك. المهم هو انه نختاروا الاهداف اللي مناسبه للوضعيه ديالنا باش نركزوا عليها ان شاء الله طيله هذا الشهر الكريم. وإلا كنتي باغي نفصلوا في بعض الأهداف أكثر خليها ليا في التعليقات ونحاولوا نديروا شي فيديو اللي ناخذوا بعض الأهداف اللي نركزوا عليها إن شاء الله ونشوفوا فعليا كيفاش نحطوها في نهارنا. نقدروا نشوفوا مثلا شي حوايج اللي بغينا نخدموهم باش نزيدوا نطوروا من راسنا، حيت رمضان هو شهر الصيام وشهر العمل. نقدروا نغتنموا هذه الفرصة باش أنه نخدموا على شي حاجة باش نطوروا من راسنا ونتعلموا كيفاش نديروا نتحكموا في راسنا أكثر. هادو بعض الأفكار اللي حاولت نجمعهم. كل واحد فينا كما قلنا قادر يزيد ولا ينقص على حسب داكشي اللي باغي. المهم هو نستافدوا من هذا الفضل ديال هذا الشهر الكريم ويكون مناسبه لنا انه نحطوا حتى حنا اهداف. واللي ما عمرو دار هذا التمرين هذه ربما مناسبه باش كيديروا لاول مره، وربما علاش لا ان شاء الله يكتسب هذه العاده هذه باش يولي بدا يديروا في حياته. كاين منا اللي كيكتب الاهداف ديالو في الاول ديال كل عام ولا في الاول ديال رمضان ومن بعد كينسى فين كتبها، وكاين منا اللي كيكتبها وما كيرجعش يراجعها، وكاين منا اللي كيكتبها وكيبدا يراجعها ولكن مراجعته ما كتكونش بداك الشكل اللي كتعطيه واحد النظره ديال كيفاش يقدر بشكل يومي ولا بشكل دوري يصلح من داك الشيء اللي ما دارش باش يقدر يوصل ويتدارك الموقف ويوصل للاهداف ديالو. كنظن التمرين راه باين وبسيط. كل واحد فينا يقدر ياخذ ورقه خاويه ولا مسطره يدير فيها جدول، يدير فيه الاهداف ديالو، يدير الايام ديال رمضان من الاول حتى الاخر. نهار اللي دار غيدير كروه، نهار اللي ما دارش غيخليه خاوي. هكا غيبان له كل نهار شنو هما الاهداف اللي حقق وشنو هما الاهداف اللي ما حققش. والاهداف اللي ما حققش خصو يقول علاش ما حققتهمش ويحاول يتدارك الموقف النهار اللي من موراه.
تقنية التتبع هي أحسن تقنية تعلمتها لحد الآن، وهي اللي كنحاول ديما نبارطاجي معكم في الفيديوهات اللي دازوا ولا حتى في الفيديوهات اللي جايين إن شاء الله، حيت بالنسبة لي هذه هي الساروت اللي نقدروا نعرفوا بها راسنا أكثر، واللي نقدروا نحققوا أي حاجة بغينا نوصلوا لها. كنتمنى لكم شهر كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والاجتهاد، ونتمنى ان شاء الله هذا التمرين هذا يعود عليكم بالنفع، وهذا رمضان نوصلوا انه ان شاء الله يكون فعلا احسن من العامات اللي دازوا، ونطلبوا من سيدي ربي انه يوفقنا ان شاء الله لكل خير. والسلام عليكم والله المعين.